إذا بعدكم محتارين بوصفة صدر الدجاج، هاي الوصفة تفوز بالطعم والشكل، طريقتها كلش سهلة. بالبداية راح أضيف ملعقتين أكل لبن زبادي، عليهم ربع كوب زيت، ملح وفلفل أسود وبابريكا وبهارات دجاج مشكلة وملعقة معجون طماطة، أقلبهم ويصيرون جاهزين. صدر الدجاج عندي راح أسوي بيه شرحات بهالشكل وأخليه بالتتبيلة. راح أضيف شرحات من البصل والبطاطا وفلفل ألوان وثوم مثروم وأقلبهم بباقي التتبيلة. هنا أنا ورق الزبدة سويته بهالشكل على شكل قارب شوكولاتة بكيفكم. راح أصف الخضار بالبداية وبعدها أضيف صدر الدجاج، والباقي من الصلصة أخليه على الوجه وأدخلها الفرن حامي، الرف الوسط حرارة 200، نار من أسفل فقط، تاخذ تقريبا ساعة أقل الساعة ويطلع عندي جاهز بهالشكل هذا. تقدرون تحمروه من الأعلى وتقدموه، أو تنطوا أكثر لذاذة تضيفون عليه جبن موتزاريلا على الوجه وترجعوه يتحمر. راح يطلع عندكم تحفة بهالشكل هذا. أما صدر الدجاج طلع طري وذايب هو وباقي الخضار، والطعم ما أحكي لكم بألف عافية.